saisie spectaculaire de 1400 kg de lingots d'or, d'une valeur estimée à plus de 60 milliards de francs CFA, 100 millions de dollars, à l'aéroport d'Addis Abeba. Ce butin aurifère, en partance pour Dubaï, a été découvert sans aucun document officiel, suscitant des interrogations quant à sa provenance et à ses véritables propriétaires. Une affaire qui soulève des inquiétudes légitimes quant à la transparence des activités minières dans la région. Il y a 3 semaines, les autorités aéroportuaires éthiopiennes ont alerté leurs homologues nigériens de cette cargaison suspecte. En réponse, le gouvernement nigérien a réagi promptement, relevant de leurs fonctions pas moins de 82 agents des douanes, de la police, de la gendarmerie, ainsi que des eaux et forêts, en poste à l'aéroport de Niamey. مرحبا بالجميع. عبر قناتكم زريبة تي في سنقوم بحول الله بنشر خبر عن أعمال التي تقوم بها دويلة المؤامرات العبرية المتشرذمة. إذن عبر موقع إخباري إماراتس ليكس تحقيق معنونة تحقيق هكذا تسرق المؤامرات ذهب بالمليارات من المغرب وليبيا والسودان. في التفاصيل، كشفت تحقيقات أجراها الباحث المصري في جامعة لاسابينسا الإيطالية محمد رفعت معطيات عن سرقة النظام الحاكم في دولة المؤامرات العبرية المتشرذمة بشكل ممنهج ذهب بالمليارات من المروك وليبيا والسودان. وذكرت التحقيقات أنه لوهلة من الزمن استطاعت المؤامرات أن تنال إعجاب العالم أجمع باعتبارها الدولة الخليجية الأنجح في التحول لاقتصاد متنوع غير قائم على الموارد النفطية، تحديدا في العقد الأخير لحياة الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان المتوفي في عام 2004. وأشارت التحقيقات إلى أنه مع وصول نجل هذا لا يهمنا في الفقرة الموالية على نهج الإمبرياليات في القرون الوسطى، صارت إمارة محمد بن زايد في العقد الأخير في سعيها لنهب الموارد الاقتصادية ومقدرات شعوب الدول الأفريقية وسرقة ثرواتهم. ففي تحقيق استغرق إعداده 15 شهرا، نشرت وكالة رويترز نقلا مفصلا عن تحول الدولة الخليجية لأكبر مستورد غير شرعي للذهب في القارة السمراء. وقدر التقرير حجم عمليات التهريب بمليارات الدولارات سنويا، حيث يمثل الذهب المتداول في دبي نحو خمس الناتج المحلي لدولة المؤامرات. واستند التحقيق في تقييمه لحجم عمليات التهريب على مقارنة إجمالي الواردات للمؤامرات مع الصادرات التي أعلنتها الدول الأفريقية، إذ أظهرت البيانات هيئة الجمارك المؤامراتية استيراد 446 طنا من الذهب بدرجة نقاء متباينة وبقيمة 15.1 مليار دولار من 46 دولة إفريقية، تمثل نحو 50% من إجمالي واردات الذهب للمؤامرات. غير أن بيانات كومتريد قاعدة بيانات إحصائيات التجارة الدولية للأمم المتحدة شهدت تباينا واضحا، حيث لم تزود 25 من الدول الأفريقية الأمم المتحدة ببياناتها من صادرات الذهب للمؤامرات، فيما شهدت معظم الدول 21 الأخرى تسجيل بيانات صادرة أقل بكثير مما سجلته واردات أبو ظبي، وهو ما يعني أن تلك الكميات تم تهريبها للدولة الخليجية. ضمن قائمة الدول الأكثر تضررا كل من غانا بوركينا فاسو، فيما اكتفى الرئيس الغاني نانا أكوفو في مؤتمر التعدين ببلاده بالتعريض بدولة المؤامرات حين تحدث عن عملية واسعة النطاق لتهريب الذهب تديرها عصابات تخضع لجهات خارجية لم يسميها. وصرح وزير المناجم البوركينابي عمر إيداني أومارو لوكالة رويترز دون التواء بأن الذهب المنتج في بلاده يقدر ب5.9 طن سنويا يهرب أغلبه للمؤامرات، ولا يصل للسلطات الحكومية منه سوى ما بين 200 إلى 400 كيلو لا أكثر ذهب مخضب بالدماء. أما في جمهورية الكونغو الديمقراطية فكان الأمر أشد وطأة، حيث كشفت تقارير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي عن عملية تهريب ممنهجة تستنزف اقتصاد الدولة الإفريقية التي تعاني منذ عقود من حرب قبلية في الشرق البلاد خلفت مئات القتلى وعشرات الآلاف من المتشردين. تحدث التقرير الأممي أنه في غضون عام 2019 فقط تم تهريب 1100 كيلوغرام من الذهب فقط من مقاطعة إيتوري شرق الكونغو. انتهى السواد الأعظم منه في أسواق دبي، فيما ذهبت أمواله للقبائل المتحاربة التي تستعبد بعضها الأطفال والنساء للعمل القسري في المناجم. سرقة الذهب السوداني. الدول العربية في القارة السمراء لم تسلم أيضا من سرقة أبو ظبي، حيث نجد على رأس البلدان المنهوبة السودان الذي يعد ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا وصاحب ثاني أكبر احتياطي بالقارة بنحو 1550 طن مؤكدة. وكشفت تقارير الجارديان البريطانية في نوفمبر تشرين الثاني الماضي حصول إمارة دبي عن كميات كبيرة من الذهب السوداني عبر طرق غير شرعية تقودها شركة التجنيد المملوكة لعبد الرحيم دقلو شقيق قائد قوات الدعم السريع محمد دحمان دقلو المشهور بحميدتي، والذي تسيطر قواته على منجم جبل عامر في دارفور و3 مناجم كبرى في جنوب كردفان حصل عليها من نظام البشير كمكافأة عن دوره في سحق التمرد في دارفور في القتال الذي أسفر عن مقتل 300 ألف سوداني وتشريد نحو 2,000,000. بالاتباع نفس المقاربة التي انتهجتها رويترز في تقريرها، تحدث وزير الصناعة والتجارة السوداني السابق موسى كرامة عن تحديد كمية الذهب المهرب من السودان عبر مقارنة أرقام صادرات الذهب السودانية بسجلات واردات الجمارك الإماراتية. فقد أعلنت الحكومة السودانية
في 2015 أن إنتاج الدولة من الذهب وصل لنحو 70 طنا، يتوجه منها 30% للاستهلاك المحلي. وأظهرت السجلات الجمركية لمطار دبي فقط وصول 102 طن من الذهب السوداني عبر طيران الإمارات من مطار الخرطوم، وهو ما يؤكد تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة التي قدرت قيمة الذهب المهرب من السودان للإمارات خلال الفترة بين 2010 و2014 ما قيمته 4.6 مليار دولار. هذه الأرقام تضاعفت في الوقت الحالي، إذ يؤكد خبير اقتصادي والأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة النيلين الحكومية دكتور عبد الله الرمادي أنه فيما تدور الأرقام الرسمية حول 100 طن، يبلغ الإنتاج الفعلي للبلاد بحسب العديد من الجيولوجيين نحو 240 طنا، مما يعني تهريب 140 طنا للخارج بقيمة إجمالية للإنتاج الفعلي تتخطى 8 مليارات دولار، وهو مبلغ كفيل بانتشال البلاد من أزمتها النقدية الناتجة عن شح السيولة الدولارية، كما أنه قادر على علاج عجز الموازنة، والتي قدرها وزير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي ب5 مليارات دولار. عربيا أيضا لم تسلم ليبيا من عملية الاستنزاف تلك، حيث تشير إحصائيات وزارة التخطيط في حكومة الوفاق الوطني إلى أنه في عام 2011 جرى تهريب ما بين 50 و 55 طن من الذهب إلى المؤامرات العربية المتشرذمة، أي ما قيمته 3 مليار دولار. الذهب المغربي المروك كشف تقارير رويترز أن النصيب الأكبر من حصة التهريب من الذهب الأفريقي تتم عبر مجموعة كالوتي الإماراتية للمجوهرات التي تملك نحو 50% من سوق تكرير الذهب في دبي، وهي ذات الشركة المدانة في القضية الشهيرة التي قدمت للقضاء البريطاني في عام 2017 وعرفت باسم الذهب المروكي، حيث أقدمت الشركة الإماراتية على طلب مراجعة وتدقيق لدى مؤسسة إرنست أند يونغ بهدف مراجعة نظام التعاقب الخاص بها لتتمكن من تجديد رخصها في سوق دبي للسلع المتعددة. إلا أنه أثناء إحدى عمليات المراجعة اكتشف أحد مستشاري الشركة أمجد ريحان وجود 5 أطنان من سبائك الذهب تم تصديرها من المغرب على أنها فضة، وتم تسليمها لشركة كذهب. وكان شراء الشركة في 2002 لكميات من الذهب نقدا بمبلغ 5.2 مليار دولار، خصصت لشراء 57 طن من السودان، بينما الأرقام الرسمية لمجمل الإنتاج السوداني لهذا العام 46 طن فقط. وكذلك حصت لشراء ذهب من المناجم التي سيطر عليها المتمردون المسلحون في شرق الكونغو، وهو ما أثبته القضاء البريطاني في أبريل الماضي، وحكم على المؤسسة إرنست أند يونغ بتعويض قدره 11 مليون دولار بعد أن أجبرت ريحان على الاستقالة كي لا يفضح الأنشطة غير المشروعة للشركة المؤامراتية. هذا هو ما تقوم به المؤامرات العبرية المتشرذمة من خلق الفوضى وقتل المسلمين منهم وغير المسلمين لأجل أن تمتلئ أجياب محمد بن زايد لعنه الله وعليه من الله ما يستحق. إذا كان هذا هو الخبر، نشكركم على المتابعة وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله.